في حكايات بنسمعها ونقول إنها خرافات، بس لما تعيشها بنفسك وتبص بعينك وتحس بروحك إنك مش لوحدك، ساعتها بس تعرف إن في عالم تاني، عالم إحنا مش المفروض نقرب منه. القصة دي مش خيال، دي حكاية أنا عشتها، وكل كلمة فيها حصلت في مكان محدش يجرؤ يدخله. استعد، لأنك هتدخل دلوقتي أرض عشيرة الجن. اسمي مراد وأنا بشتغل صحفي في جريدة صغيرة في القاهرة. قصتي بدأت لما جدي رحمة الله عليه مات وساب لي بيت قديم في قرية في الصعيد. بيت كان مهجور من سنين طويلة ومحدش من أهلي كان عايز يقرب منه خالص. يا مراد، البيت ده ما تروحوش، والله العظيم ما تقربوش منه. دي كانت آخر كلمات عمتي فاطمة قبل ما أسافر للقرية. بس أنا كنت فاكر إنها خرافات ست كبيرة وإن البيت ممكن يكون استثمار كويس أو على الأقل أبيعه واستفيد من فلوسه. الرحلة للقرية كانت مخيفة بصراحة. العربية كانت بتعطل كل شوية والسواق كان يصر إنه مش هيقدر يوصلني للبيت نفسه، لازم أنزل على مدخل القرية وأمشي باقي المسافة لوحدي. أصل البيت ده يا أستاذ بيقولوا إن في حاجات مش طبيعية. والله العظيم أنا شفت بعيني أنوار غريبة بتطلع منه في نص الليل وصوت أطفال بتعيط من غير ما يكون في حد. وصلت القرية مع المغرب كده. المكان كان هادي بشكل مرعب وكأن الزمن واقف فيه. عارفين البيوت القديمة المتهالكة والشوارع فاضية إلا من كلاب ضالة كانت بتعوي بصوت يخليك تتثبت في مكانك. البيت كان في آخر القرية محاط بسور عالي من الحجارة. الباب الحديد كان مصدي وبيطلع أصوات معدنية مخيفة مع كل شوية ريح. وأول ما دقيت الجرس حسيت وكأني عيون كتيرة بتبصلي من الشبابيك المكسرة. دخلت البيت والضلمة كانت غامقة لدرجة إني ما قدرتش أشوف إيدي قدامي. نورت فلاش الموبايل ولقيت نفسي في صالة واسعة مليانة تراب وخيوط عنكبوت. الحيطان كانت مليانة صور قديمة لأجدادي، بس في حاجة غريبة، عيونهم كلها كانت بتبص ناحيتي وكأنها بتتابعني فين ما أروح. في الركن ناحية الشمال من الصالة لقيت سلم خشب بينزل للدور اللي تحت، ومن هناك كان طالع برد غريب، برد مش طبيعي وكأن الهوا جاي من عالم تاني. وأنا واقف أتأمل المكان سمعت صوت أقدام بتمشي فوق راسي في الدور التاني. قلبي دق بقوة، أكيد في حد في البيت. طلعت بسرعة على السلم علشان أشوف مين هناك، بس لما وصلت للدور التاني ما كانش في حد خالص. بس الغريب إن الأرضية الخشب كانت لسه بتهتز تحت رجلي وكأن حد تقيل قوي كان بيمشي عليها قبل ثواني. قررت أبات الليلة دي في البيت علشان أشوف إيه اللي ممكن يحصل. جبت شوية حاجات من العربية اللي كانت واقفة قدام البيت وحطيت فرشة وشوية أكل في الصالة. وأول ما بدأ الليل يدخل بدأت الحاجات الغريبة تحصل. في البداية كان مجرد أصوات خفيفة زي صوت أوراق الشجر أو صوت مية بتنقط، بس مع مرور الوقت الأصوات بدأت تبقى أوضح وأكتر تخصص. أصوات همسات، أصوات أطفال بتلعب، أصوات ضحكات بعيدة. وحوالي نص الليل حصلت الحاجة اللي خلتني أعرف إني مش لوحدي في البيت ده. كنت متمدد وبحاول أنام لما سمعت صوت باب بيتفتح وبيتقفل، وبعدين سمعت أصوات أقدام بتنزل السلم بهدوء وكأن حد بيحاول يوصل للدور اللي تحت من غير ما يخليني أحس بيه. ربنا يستر عليا. قمت بهدوء ومشيت ناحية الصوت ونزلت السلم الخشب اللي بيودي للبدروم. وهناك في الضوء الضعيف اللي طالع من موبايلي شفت حاجة خلتني أقف في مكاني من الرعب. البدروم كان مختلف تماماً عن باقي البيت. الحيطان كانت مليانة رموز غريبة ونقوش قديمة، والأرض كانت مفروشة بحجارة سودة ناعمة، وفي النص كان في دايرة كبيرة مرسومة بمادة حمراء وحواليها شموع كتيرة مطفية. بس الحاجة اللي كانت هتموتني من الرعب هي الأصوات اللي بتطلع من كل حتة في المكان ده. أصوات همسات بلغة مش مفهومة، أصوات أطفال بتبكي، أصوات موسيقى غريبة وبعيدة. وكل شوية كنت أحس إن حد واقف ورايا بيبصلي، بس لما بص ما كانش في حد. ولقيت في الركن كتاب قديم مكتوب بالعربي القديم، فتحته ولقيت إن مذكرات جدي الأكبر وفيها حاجات خلتني أفهم إيه اللي بيحصل في المكان ده. جدي كان بيكتب: العشيرة دي ساكنة هنا من مئات السنين، مش مجرد جن عادي، دول ملوك وأمراء عالم الجن، وإحنا أحفاد العيلة، إحنا خدم ليهم من زمان. كل واحد فينا لازم يخدمهم ولازم يقدم لهم قرابين ولازم يحترم قوانينهم، واللي مش بيعمل كده بيحصل له حاجات وحشة قوي.
أول ما خلصت القراية حسيت إن المكان بدأ يبرد أكتر، والأصوات بدأت تبقى أقرب وأوضح، والشموع اللي كانت مطفية حوالين الدايرة اشتعلت لوحدها واحدة ورا التانية، وفجأة المكان كله اتنور بنور أبيض باهت وغريب، ومن وسط الدايرة بدأ يطلع دخان كثيف لونه أسود، والدخان بدأ يتشكل ويكون أشكال مختلفة. أولاً طلع شكل راجل طويل جداً، عينيه حمرا وشعره أسود طويل، وبعدين بدأت تظهر أشكال تانية، ست عجوزة بس وشها شاحب وعينيها فاضية، طفل صغير بس شكله مرعب وابتسامته مخيفة. الراجل الطويل كلمني بصوت عميق زي الرعد: أخيراً حفيد العيلة رجع بيتنا، إحنا كنا مستنيينك من زمان يا مراد، إحنا عشيرة الملك سلطان، وإنت دلوقتي خادم لينا، وعلشان تفهم قد إيه إحنا جديين هنوريك إيه اللي بيحصل للي بيحاول يهرب مننا. اختفت الأشكال فجأة والمكان رجع يبقى ضلمة تاني، بس أنا حسيت إن حاجة اتغيرت جوايا. بدأت أشوف حاجات، ذكريات مش بتاعتي. شفت جدي وهو شاب واقف في نفس المكان ده بيقدم لهم قرابين وبيقرأ تعويذ. شفت أبويا وهو بيعمل نفس الحاجة. شفت أجيال كتيرة من عيلتي كلها بتخدم العشيرة دي. وشفت كمان اللي حصل للي حاولوا يرفضوا. شفت عمي ليا اتجنن ومات في ظروف مغمضة. شفت خالي اللي اختفى فجأة ومحدش عرف ليه أثر. شفت ازاي العشيرة دي كانت بتعاقب كل واحد بيحاول يخرج من خدمتهم. طلعت من البدروم وانا مش حاسس بنفسي. وصلت للصالة اللي فوق ولقيت الجو اتغير تماما. الصور على الحيطان بقت أوضح والعيون فيها بقت بتتحرك وتتابعني، والأصوات بقت في كل حتة، أصوات موسيقى غريبة، أصوات ضحكات مخيفة. في الصبح لقيت ورقة قديمة محطوطة قدام الباب من غير ما أسمع صوت حد. الورقة كانت مكتوبة بالعربي القديم قوانين لازم أعملها. أولاً كل ليلة جمعة لازم تنزل البدروم وتشعل الشموع وتقرأ التعويذ المكتوبة في الكتاب. ثانياً كل شهر لازم تجيب قربان للعشيرة، مش حيوان بل حاجة أهم، طفل صغير من القرية. ثالثاً لازم تحافظ على سر العشيرة، محدش يعرف اللي بيحصل هنا. رابعاً لو حاولت تهرب أو ترفض العشيرة هتاخد روحك وروح كل واحد تحبه. قريت القوانين دي وجسمي كله بيترعش. إزاي أقدر أعمل الحاجات دي؟ إزاي أقدر أضر طفل صغير؟ قررت إني أهرب من المكان ده فوراً وارجع القاهرة. حاولت أطلع من البيت بس الباب ما كانش بيفتح خالص. جربت الشبابيك برضو مقفولة بطريقة غريبة. حتى لما كسرت الإزاز لقيت ورايا جدار حجري صلب. كنت محبوس في البيت ومحدش يقدر يطلعني منه. وفجأة سمعت صوت عياط طفل جاي من فوق. طلعت للدور التاني بسرعة ولقيت في الأوضة الكبيرة طفل صغير شكله حوالي 7 سنين قاعد في الركنة وبيعيط. ملامحه كانت واضحة وطبيعية بس عينيه كانت فاضية تماما. قربت منه وقلت له: انت مين؟ انت ازاي دخلت هنا؟ بصلي بعينيه الفاضية وقال بصوت مش طبيعي: انا كنت زيك حفيد العيلة، بس انا رفضت اخدمهم وده اللي حصل لي. يعني انت؟ ايوه انا ميت من 50 سنة بس روحي محبوسة هنا، ودي عقوبة كل واحد بيرفض يخدم العشيرة. الطفل ده اللي عرفت منه انه اسمه احمد وانه كان ابن عم جدي قال لي حاجة مهمة قوي: في طريقة واحدة بس تقدر تتحرر بيها من العشيرة، لازم تكسر الخاتم الأصلي بتاعهم. الخاتم ده موجود في أعمق حتة في البدروم، في غمرة سرية ورا الجدار الشرقي. بس ازاي اوصل له وازاي اكسره؟ لازم تستنى للحظة الضعف بتاعتهم. بين الفجر والشروق قوتهم بتبقى في أضعف حالاتها، وساعتها تقدر تكسر الخاتم بحديدة مقدسة زي الحديدة اللي موجودة في صندوق جدك في الأوضة دي. وراني صندوق خشب قديم في الدولاب، جواه لقيت حديدة صغيرة منقوش عليها آيات من القرآن، وعرفت إن دي كانت سلاح جدي ضدهم، بس هو ما كانش يجرؤ يستعملها. استنيت لحد ما جه وقت الفجر ونزلت للبدروم وقلبي بيدق بقوة. المكان كان هادي أكتر من المعتاد والطاقة الشريرة كانت ضعيفة شوية. دورت في الجدار الشرقي ولقيت حجر مختلف شوية عن باقي الحجارة. دقيت عليه ولقيته أجوف. دفعته بقوة واتفتح باب سري صغير. وراه كانت غرفة ضلمة صغيرة، وفي النص منصة حجرية عليها خاتم ذهبي مليان نقوش غريبة. ده كان مصدر قوتهم كلها. بس أول ما قربت من الخاتم
العشيرة كلها ظهرت حواليا في المكان، الملك سلطان وعيلته وكل الجن اللي بيخدموه، وجوههم كانت مليانة غضب ورعب. انت بتعمل ايه يا مراد؟ ده خاتم أجدادك، انت مش هتقدر تكسره. رفعت الحديدة المقدسة فوق الخاتم وبدأت أقرأ الآيات المكتوبة عليها، والعشيرة بدأت تصرخ وتعوي بصوت مرعب، وفجأة ضربت الحديدة على الخاتم بكل قوتي. الخاتم اتكسر إلى قطع صغيرة، وفجأة المكان كله بدأ ينور بنور أبيض ساطع. العشيرة بدأت تختفي واحد ورا التاني، وهم بيصرخوا وبيقولوا كلام مش مفهوم. والملك سلطان قبل ما يختفي بصلي بعيون مليانة غضب وقال: انت كسرت عهد مئات السنين يا مراد، بس ده مش هيخلص كده. العشيرة هترجع وهتلاقي طريقة تانية تسيطر بيها على عيلتك، وانت هتندم على اللي عملته. اختفوا تماما، والمكان بقى هادي أول مرة من أيام. طلعت من البدروم ولقيت الباب اتفتح لوحده، والشمس بدأت تدخل من الشبابيك. كنت حر أخيرا. رجعت القاهرة وأنا مش مصدق إني نجيت من الكابوس ده، بس قررت إني أبيع البيت بسرعة وأخلص من الموضوع نهائيا. ولما قابلت المحامي قال لي حاجة خلتني أشك إن الحكاية لسه ما خلصتش. الغريب يا أستاذ مراد إن في ناس كتير جدا اتصلوا يسألوا عن البيت ده، وكلهم بيقولوا إنهم عايزين يشتروه بأي مبلغ من غير حتى ما يشوفوه. وأول ما سمعت الكلام ده عرفت إن العشيرة لسه موجودة، ولسه بتدور على طريقة ترجع للبيت تاني، ولسه بتخطط لحاجة أكبر وأخطر. وده خلاني أفكر، إيه يحصل لو العشيرة دي كانت موجودة في بيوت تانية؟ إيه يحصل لو كان في عائلات كتيرة محبوسة في نفس اللعنة دي؟ وإيه لو محاولتي لكسر الخاتم ما كانتش نهاية الحكاية، بل كانت بداية حاجة أكبر بكتير؟ لو فاكر إن دي نهاية الحكاية فأنت غلطان. اللي حصل بعد كده كان أبشع وأغرب وأخطر بكتير، بس دي قصة تانية وهحكيها لكم قريب جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتسيبوا كومنت تقولوا فيه مستنيين باقي حكاية العشيرة، وافتكر لما تقرب من عالمهم لازم تدفع التمن.